النهارده هقول لك على 3 تمارين بس يخلوا عندك سرعه رد الفعل او الريفلكس زي لوماتشينكو. اول حاجه تمرين الريفلكس بول، هو تمرين مهم جدا ولكن هيبرجلك في الاول. لازم تبداها واحده واحده وتبدا تزود السرعه بالتدريج، تضرب الكوره وتعمل الدفاعات بتاعتك واحده واحده وبالراحه لغايه لما تتطور وتبقى اسرع حاجه قصاد الكوره. تاني تمرين عندنا وهو مهم جدا وهو اللعب مع الزميل، انك تبدا تخلي زميلك يضربك ضربات خفيفه وبطيئه في نفس الوقت، وتبدا تظبط الدفاعات بتاعتك عليها واحده واحده، تخليه يزود السرعه تدريجيا لغايه لما توصل لاسرع حاجه في تفادي الضربات. وخلي بالك من نقطه مهمه قوي، انك وانت بتتفادى الضربات ما تبعدش قوي عن مجال الضربه، يا دوب تحس ان الهواء بتاع الضربه بيعدي من جنب ودنك او من قدام وشك، كده تبقى انت وصلت للمهاره الكويسه قوي. بعديها تبدا تغير الزوايا، ودي المرحله الثانيه من التدريب. بعد ما ظبطت زوايا معينه ابدا خليه يغير لك زوايا الضربات، ويبدا برضه بالبطيء ويعلي السرعه. التمرين ده مهم جدا لان كده بتبقى فيه استفاده متبادله ما بينك وما بينه، زي ما هو بيعمل معاك انت بتعمل معاه، فكده انتوا الاثنين مستواكم بيعلى. ثالث حاجه عندنا هي تدريبات الاي كيو، ودي اللي بتخليك تاخد قرارات سريعه صحيحه في جزء من الثانيه، وفي نفس الوقت سرعه رد الفعل عندك بتبقى عاليه جدا. فدلوقتي انت عندك اكتر من طريقه ليها. اول حاجه انك ممكن تنزل ابلكيشنز لتدريبات الاي كيو على الموبايل عندك وتبدا ان انت تمارسها كل يوم. الحاجه الثانيه هي فكره الاجهزه، ان ممكن تكون في اجهزه فيها اماكن بتنور، تبدا ان انت تضغط عليها في جزء من الثانيه بسرعه علشان تطور المهاره عندك. ولو ما عندكش الامكانيه انك تجيب الاجهزه دي او تتدرب عليها او مش متوفره في النادي بتاعك، فتقدر ان انت تجيب بابسط الطرق الممكنه ولو حتى لوح عليه ارقام، وتبدا ان تقول ارقام عشوائيه وتبدا ان انت تضغط عليها، او حد يقول لك الارقام العشوائيه سواء كان الكابتن بتاعك او زميلك او ايا يكن، يقول لك ارقام عشوائيه سواء بالجمع او بالطرح او حتى الارقام مختلفه، وتبدا ان انت تضغط عليها بسرعه. في اكتر من حاجه ممكن ان احنا نتدرب عليها تاني تزود عندنا الريفلكس او الاي كيو بتاعنا يعلى، ولكن انا دايما بختار لك الحاجات البسيطه اللي تديك التاثير او تعلي المستوى بتاعك للمستوى اللي انت عايزه بابسط الامكانيات. هنا يجي السؤال، يعني يا كابتن لو انا عملت الحاجات دي بس هبقى كده زي لوماتشينكو في الاداء؟ ده بيرجع لك انت بقى. شوف لوماتشينكو اتمرن كام يوم وكام شهر وكام سنه عشان يوصل للمرحله دي، فالموضوع هنا بيرجع لك انت وبيعتمد عليك. وبفتكر دايما المقوله بتاعت بروسلي لما قال الافضل ليا ان انا اتعلم ضربه واكررها 1000 مره احسن من ان انا اتعلم 1000 ضربه واكرر كل ضربه منهم مره واحده. يبقى الموضوع محتاج تكرار وكتير، ايام وشهور وسنين عشان توصل للمرحله بتاعت لوماتشينكو، ولكن البدايات زي ما اديتها لك. والاساس عشان توصل لاعلى مستوى هو